انا ما بحبش الانجليزي، يعني الجمله دي بتفاجئ ناس كتير قوي. بس لما لقيت حياتي طالبه لغه، الشغل طالب لغه، المجتمع طالب لغه، ما هتعلم لغه. ومش كل حاجه بنتعلمها عشان بنحبها، ما مش بالحب اصله. في ماسوره مصادر مكسوره على الانترنت. هو تعدد المصادر ده اصلا كارثه. زمان كانوا بيبيعوا في المواصلات العامه كتاب اسمه كيف تتعلم الانجليزيه بدون معلم. ده اكبر كتاب فاشل في القاره. اكبر نصبايه حصلت في التاريخ. في التاريخ. اللي هعمله في 4-5 سنين لوحدي هخلصه في الكورس في 6 شهور. خدوا كورس يا جماعه، يعني ما تالفوش معايا او مع غيري، يعني دي مش القضيه، بس يعني قبل ما تدخل هيجي على الديمقراطيه اللي طبعا يعني. هو انا ما بقولكش تعالى لي، انا بقول لك اتعلم في كورس مع حد فاهم. طب اعرف منين انه فاهم؟ احضر معاه محاضره ببلاش الاول. انا جات لي بنت، الكلام ده كان اول ما اشتغلت في التدريس، بعد مثلا 6 شهور تدريس. البنت دي جات لي وقالت لي ان هي كانت بتاخد مع الدكتور جامعه، مع احترامي لدكاتره الجامعه يا جماعه عشان ما حدش يتخانق معايا، هي ده كلامها هي، انا ماليش دعوه. دكتور جامعه اداهم بقى لها سنه و3 أو 4 شهور بتاخد معاه، بيحفظهم كلمات، وكل ما يطلبوا منه انهم يعملوا كونفرسيشن يرفض. الجميل او السيء في القصه انها لما جت تعمل تحديد مستوى طلعت ليفل 1، وانا قلت لها ساعتها ليفل 2 عشان احافظ على نفسيتها من الانكسار. الناس اللي زيرو دي معهاش الحروف ولا معاها، الناس دي بتبقى ناجحه في مدارسها في الانجليش وطالعه معاها شهاده. احنا كده هنخبط في الحلل وفي حلل كبيره. مش انت ايام زمان كان في احيانا ماده تبقى مذاكرها وداخل يجي لك سؤال ما تعرفوش، كنت تعمل ايه؟ حادي بادي كوم زبادي. عارف في بنت في الثانويه العامه قالت لي الانجليش ده بيتحس يا مس. منهج الثانويه العامه في اللغه الانجليزيه بقى معتمد على النولج في اللغه. الوزير الله يبارك له لغى المناهج، فبقى الدراسه دلوقتي بقت معتمده على وعي الطالب في الانجليش وقد ايه هو فاهم لغه، وده هو اللي بيخليه يعرف يجيب مجموع كويس ويحل في الانجليش كويس. طب دي حاجه حلوه. لا طب ازاي انا فهمت انها حاجه كويسه هتخلي الطالب بيتعلم انجليزي بجد؟ منين؟ هو بيقول المضارع البسيط يتكون من هي وشي وات زائد الفيرب. ده حصه نحو دي. حصه نحو. المفروض الناس بتوع الثانويه العامه ما تاخدوش دروس خصوصيه، تتعلم في كورس انجليش. اهلا بيكم معانا في سلسله بودكاست انجليزي ده يا مرسي، ومعانا زي ما اتعودنا شيري حسين سفيره الانجليزي. اهلا بيكي. اهلا بيك. ناس كتير بتقول لك ايه، انا ما بحبش الشغل اللي بشتغله، انا ما بحبش الماده اللي بدرسها، ما انا ما بحبش الانجليزي وانا ما بحبش البودكاست. بس طب ايه يعني الناس دي يعني عشان يطور من شغله وحياته يعمل ايه؟ نقول له ايه؟ انا ما بحبش الانجليزي، يعني الجمله دي بتفاجئ ناس كتير قوي. انت بتتكلمي انجليش بقالك كام سنه وبتدرسي والموضوع كبير. انا ما بحبوش اصلا، يعني لما درسته ما درستوش عن حب. انا بحب العربي، كنت شاطره فيه قوي في الثانويه العامه. جميله، بحبه جدا. كنت بكتب شعر وبكتب قصص وحاجات كده. بس لما لقيت حياتي طالبه لغه، الشغل طالب لغه، المجتمع طالب لغه، ما هتعلم لغه. ومش كل حاجه بنتعلمها عشان بنحبها، ما مش بالحب اصله، مش باختياري. لا. انا لو كل واحد مكتوب له ان هو يختار كل الحاجات اللي هو عايزها كانش في حد تعب. صحيح. فانا عشان اعرف اعمل حاجه هيد بوينت كويسه في حياتي لازم اتعلم اعمل اللي انا ما بحبوش ما دام هو ده المناسب، لحد ما ربنا يديني رفاهيه ان انا اعمل اللي انا بحبه بس. ودي رفاهيه مش عند كل الناس. يعني ده مش شيء سهل اي حد يقدر يعمله. انا ما عنديش شغل او ربنا كتب عليا او يعني نصيبي فرض عليا ان انا ادخل كليه ما بحبهاش، وبعدين كم من الناس اللي بدات في حاجات ما بتحبهاش وبعد شويه حققت فيها نجاحات. لا مش قليلين، ده كتير. طلبه كتير كنت اعرفهم ثانويه عامه وكان داخل كليه كارهها، وعلى ثالث سنه ورابع سنه بقى امتياز، اتخرج، اشتغل صيت وذاع، بقى عمل بروجكت. انا لو ما كنتش دخلت الكليه دي ما كنتش لقيت نفسي اصلا. وانا لو ما كنتش اتعلمت انجلش مش زماني قاعده بعمل البودكاست ده معاك دلوقتي. طيب الناس محتاره بقى، اخد كورس، اذاكر لوحدي، افتح يوتيوب واشوف حاجات اونلاين، ايه الانسب؟ الناس تختار ايه؟ اذاكر لوحدي وافتح مصادر كتيره بالهبل في ماسوره مصادر مكسوره على الانترنت. هو تعدد المصادر ده اصلا كارثه. يعني انا دلوقتي ببقى عامل في تعدد المصادر ده زي ايه؟ كاني سافرت بلد جديده ما اعرفش فيها حد، واقف في وسط ميدان وحواليا من كل حته شوارع، وانا اصلا ما اعرفش منين هيودي على فين. هتحس بايه؟ توهه. انا كده عمري ما هوصل، لان انا واقف في حته انا ما اعرفش انا في انهي حته، وما اعرفش انهي طريق اللي هيوصلني، ومش عارف انا هوصل لايه. وفي بقى كل واحد عمال يقول لي هعلمك انجليزي في 93 ساعه، وانا في 5 ايام هخليك بتتكلم لبلب، احفظ كلمات، لا الجرامر ملوش لازمه. وكل واحد طالع بجمله بس عشان يطلع ترند
معظم الناس اللي بتتكلم للاسف ما بتتكلمش لا بكلام هم جربوه بنفسهم وجايب معاهم نتيجه، ولا حتى بيقول لك كلام علمي، بيبيع بس. هو بقى بالظبط هو بيبيع بس عشان انت تبص عليه تتفرج عليه تروح له وات ايفر بقى الهدف اللي بيبقى ورا الفيديو ده. كلنا عايزين مشاهدات وكلنا عايزين نكسب، بس في فرق بين ان انا اكسب وانا باخد دماغ البني ادم اللي قدامي احطها في جيبي، او اني اكسب واكسبه. زمان كانوا بيبيعوا في المواصلات العامه كتاب اسمه كيف تتعلم الانجليزيه بدون معلم. ده اكبر كتاب فاشل في القاره. اكبر نصبايا حصلت في في التاريخ لاي لغه في الدنيا. لغه يعني كلام، يعني ايا كانت الطريقه اللي انا هتعلم بيها لغه لازم توصلني في الاخر لان انا ارغي، ما رغيتش يبقى انا عملت ملوش لازمه. طب سيلف ستادي ولا كورسز؟ وايه الفرق وايه الفايده؟ تمام. هو في كل الاحوال سواء خدت كورسز او ما خدتش في سيلف ستادي، بس في فرق ما بين انه يبقى السيلف ستادي زي ما انا واقف في الميدان وحواليا شوارع، وبين ان يبقى في واحد واقف قدامي بيقول لي بص انت واقف هنا في الحته دي ده ميدان التحرير، ولو مشيت قدام هنا وعديت على كوبري قصر النيل ونزلت منه هتلاقي نفسك في دخلة شبرا، فادخل يمين في شمال فبقيت في الترعه البولائيه مش عارف فين وصلت بيتكم، اطلع من هنا على خلوصي انا وصلت الحته اللي انا عايزه اروحها. فالكورس هو الليدر ده. تمام. اللي بيقول لك انت واقف في انهي حته وبيوصف لك الطريق بالراحه ويقول لك تمشي ازاي وتوصل ازاي وهيديك الوقت اللي انت هتوصل فيه. طب انا لو قعدت اذاكر لوحدي قاعده الجرامر هاخدها لوحدي في اسبوع، في 10 ايام، احيانا في ناس تقعد في القاعده واحده في شهر. واو. عايز يستوعب. ما اصل القصه في الجرامر مش ان انا بحفظ القاعده، القصه في ان انا بتكلمها امتى. ما هو تطبيق، في فرق ما بين بطبقها ازاي وبين بتكلمها امتى. اوكي. الجرامر ده نيتي. في ناس تقول لك الجرامر ملوش لازمه. هو انا عايزه اقول ايه؟ انا عايزه اقول كان بيحصل امبارح في وقت معين، لا هو العادي بتاعه انه بيحصل، لا هو بيحصل دلوقتي، لا هو هيحصل بكره، لا هو هيحصل بكره من الساعه كذا للساعه كذا. ما هو ده كله نيتي، كل ده نيتي وكل ده جرامر. فانا لو ما خدتش جرامر مش هعرف اعمل ده. اوكي. تيتشر الكورس هيديك قاعده الجرامر في 5 دقائق، وهو عارف منين بيودي على فين، وعارف الواي اللي هيخليك تتكلمها، فهو بيسهل عليك الموضوع. واللي انت هتقعد تحارب فيه مع نفسك شهر هو هيديهولك في 5 minutes exactly. خلاص السيشن انت فهمت قاعده الجرامر وطبقت عليها، شكرا. عشان كده انك تروح كورس اولى من السيلف ستادي طبعا، اسرع كتير. في ناس بتقعد 2 و3 و4، ودي كومنتس جايه لي على البودكاست القديمه في اليوتيوب. هو بيحفظ. الناس قالوا لي احفظ كلمات، ده جاي لي الصبح النهارده الصبح، ممكن ابقى اخد لك منه سكرين شوت نحطه على البودكاست من بره. هو باعت لي النهارده الصبح، انا ناس كتير جدا نصحوني ان انا احفظ كلمات كتير، وبعدين الناس التانيين قالوا لي لا حفظ الكلمات، فقعدت سنه بحفظ كلمات، وبعدين التانيين قالوا لي بص ذاكر جرامر عشان الجرامر هيظبط لك الكلمات، فقعدت 2 تانيين بذاكر جرامر، وبعدين في الاخر قالوا لي لا انت الاثنين غلط، احفظ جمل. كل السنين اللي ضاعت دي احفظ جمل. وقعدت سنه تانية بحفظ جمل، سنه. هو ما بيدينيش شهور وما بيدينيش ايام، ده بيديني اماونتس مرعبه، سنين. وسنه تانية بحفظ جمل، وفي الاخر انا ما بعرفش اتكلم انجليزي. لا حول ولا قوه. ممكن تقولي لي اعملها ازاي؟ دي مأساة. دي مأساة. في سنين ضاعت. فهو مش عارف يوصل، وواقف في نفس الميدان وحواليه الشوارع الكتير، وعمال يمشي ورا كل واحد يقول له بص من هنا الفتاين ما شاء الله عليهم. طب هو يروح يجري في الحته دي هتلاقي في الاخر. هو قال لك فين؟ هو قال لك فين؟ بص امشي من الناحيه دي يمكن تلاقي. فهو هيعمل سيلف ستادي بس جوه الكورس. مفهوم. يعني انا اخد من الكورس بتاعي افهم واستوعب وارتب، يرتب لي دماغي ويرتب لي افكاري ويرتب لي المعلومات اللي عندي ويرتب لي اللي هاخده، وبعد كده اكمل لوحدي او اكمل معاه وات ايفر. اللي هعمله في 4-5 سنين لوحدي هخلصه في الكورس في 6 شهور. لو الكورس ده كويس جامد، الناس دي عارفين هما بيعملوا ايه. خدوا كورس يا جماعه، يعني ما تألفوش معايا او مع غيري، يعني دي مش القضيه، بس يعني قبل ما تدخل هيجي على الديمقراطيه اللي طبعا. يعني هو انا ما بقولكش تعالى لي، انا بقول لك اتعلم في كورس مع حد فاهم. طب اعرف منين انه فاهم؟ احضر معاه محاضره ببلاش الاول. اطلب من المكان انك تدخل تقعد مع الانستراكتور تتكلم معاه تحكي له مشكلتك. اطلب منهم ان انت تحضر محاضره فيها طلبه. اطلب منهم محاضره مسجله و2 تشوفهم للتو انستراكتورز غير بعض. اطلب انك تشوف بعينك وتسمع بودنك، ما تاخدش كلام الدعايه لا اللي احنا بنعمله ولا لاي حد تاني بيعمله بان هو مسلم بيه، وشوف بعينك واللي ترتاح له امشي وراه. كمل معاه. حلو ده، كمل معاه. لكن قصه ان انا رحت واتنصب عليا، انت جربت قبل ما تدخل؟ غالبا لا ما جربتش. طب انت بتلومني انا ليه؟ يعني انت تروح تعمل غلطه وتيجي تحاسبني انا عليها؟ اصل انتوا كلكم نصابين. ليه يا حبيبي كده؟ ليه بتجمع عليه؟ بالظبط.
بالظبط. انا مالي، انا ما جيتش جنبك اصلا. انا مالي يا لمبي. انا مالي يا لمبي. سيلف ستادي مطلوب، لكن سيلف ستادي صح. انا مش هقول لك خد شويه الخضار والفاكهه دول وخش اعمل لي اكل. ما اعمله ازاي؟ لازم اقول لك تعمل مش ازاي. لازم اقول لك الطريقه، ولازم مع الطريقه اقول لك الخطوات، وبعد الخطوات اقول لك ايه الريزلت اللي انت هتطلع بيها، ايه النتيجه، ولا هي اي بتاع في اي حته باي شكل. بس فخدوا كورس وتعلموا سيلف ستادي. ما حدش في الدنيا ضد السيلف ستادي. وما تاخدش اي ماتيريال من اي حته الا وانت عارف الماتيريال دي مناسبه لمستواك ولا لا، هتوصل منها لايه، يعني تاخد من وراها ايه، وهتوصل منها لايه، وفي وقت قد ايه. ده معناه ان انت لما تروح تاخد كورس في اي مكان اعرف مستواك بقى الاول. طبعا ما لازم تعمل تحديد انت مستوى. بتعرف لحد فين ولا ما بتعرفش خالص؟ لازم تعمل تحديد مستوى، لازم هم يبقوا عارفين. والتحديد المستوى بيقيس الاربع مهارات: listening, reading, writing, speaking. يعني ما حدش يبيع لك ان انا هعلمك من A to Z، لازم يعرف انت فين الاول. طبعا. ما هو انت مش انا عشان تاخد... اوصل من الميدان لازم اعرف ان انا واقف في الميدان. ده ممكن كمان يخليك تاخد ليفلز انت مش محتاجها وتضيع وقت وفلوس. بيحصل كتير. واو. بيحصل كتير. انا جات لي بنت، الكلام ده كان اول ما اشتغلت في التدريس، بعد مثلا 6 شهور تدريس. البنت دي جات لي وقالت لي ان هي كانت بتاخد مع الدكتور جامعه، مع احترامي لدكاتره الجامعه يا جماعه عشان ما حدش يتخانق معايا، هي ده كلامها هي، انا ماليش دعوه. والبنت دي موجوده لحد دلوقتي. العهده على الراوي. ماليش دعوه. دكتور جامعه اداهم بقى لها سنه و3 أو 4 شهور بتاخد معاه، بيحفظهم كلمات، وكل ما يطلبوا منه انهم يعملوا كونفرسيشن يرفض. مش دلوقتي، لسه بدري عليكم، لسه حبه كتير على ما انتوا لسه ما وصلتوش للمرحله اللي ينفع فيها تدخلوا كونفرسيشن. مش مستعدين لسه. مش مستعدين. الجميل او السيء في القصه انها لما جت تعمل تحديد مستوى طلعت ليفل 1 يا عين. والله. وانا قلت لها ساعتها ليفل 2 عشان احافظ على نفسيتها من الانكسار. بعد كل اللي عملته ده سنه وشويه، سنه وكام شهر. فده يعني كانت مصيبه بكل المقاييس. فنرجع تاني، اعرف انت واقف فين وعايز توصل لايه في وقت قد ايه، وهتدرس ايه مع مين، ومين ده هيساعدك توصل للي انت عايزه ازاي، وادخل يلا بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا معاك. انت هتدفع فلوس وهتدفع وقت ومجهود وطاقه ونفسيه. الوقت والعمر اغلى من الفلوس. فانت شوف هتدفع قد ايه وقت وهتدفع قد ايه فلوس، وانت في مستوى كام، وانت في ليفل كام، وعايز تروح فين. دي حقيقه، كل ده مظبوط. ناس كتيره ان ما كانش معظم الناس عماله تاجل الانجليزي. انا مش هحتاجه في شغلي دلوقتي، لا انا مش هحتاجه في الدراسه دلوقتي، وعمال يكبر وعمال يفوتوا ترقيات وعمال يفوتوا وظايف وعمال يترفض في انترفيوهات وعمال بيخسر ما بيترقاش. طب امتى بقى هنواجه؟ يعني ها بقيت كام سنه لحد امتى هتفضل كده؟ انا ما بحبش شغل البيت. ودي حاجه مش حلوه تقولها اي ست في الدنيا. انا ما بحبش شغل البيت. مين بيحب شغل البيت؟ في ستات بتحبه عادي، فانا ما بحبوش. وما بحبش اغسل المواعين بالذات، ولا اغسل الغسيل. يعني انا بعمل حاجات تانية بس المواعين والغسيل لا. فمع ضغط الشغل احيانا بركنهم، افضل اركن لحد ما ادخل البيت اتفاجئ ان انا عندي الدولاب كله جنب الغساله ومفيش حاجه خالص، لا في المطبخيه ولا في الدراج. اذا هاكل واشرب ازاي؟ طيب انا لو فضلت كده مفيش حاجه اعملها. بيتنا مش نافع. فادخل بقى عشان اغسل حبه الغسيل اللي انا سبتهم 3-4 ايام دول ما دخلتش عندهم ولا اسبوع. بفضل اقعد 3 ايام انا والغساله بنتخانق، بغسل فيهم بقى عشان اخلصهم، وضغط وخنقه وغتاتة وكوم كتير جدا. وانا خلاص وصلت للمرحله اللي انا فيها واقفه في كورنر، مفيش حته اروح على يمين ولا شمال، هو انا لازم اغسل اشتري هدوم جديده بقى، يعني ارمي كل اللي عندي ده وانزل اجيب دولاب جديد من بره. فمضطره اقف واعمل غصب عن عيني، وقت ومجهود واستنزاف لطاقه نفسيه مرعبه. لان لما بعمل وانا مرتاح وعندي وقت ستريتشنج كده، عارف اروح واجي واجل النهارده وممكن اعمل بكره، والموضوع بسيط رايح جاي معايا النهارده وراجع بكره بالظبط. غير لما ابقى واقف. انا في حد بيجي لي يقول لي انا عندي ترقيه وضاعت عليا 3 مرات والترقيه جايه بعد شهر وهو 0 انجلش. اوف، عايز اتعلم في شهر؟ انت عايزني اخلص لك اللغه في شهر؟ ده انا لو ساحره مش هعملها. مش ممكن. انا هعرف اوصلك لمرحله كويسه مرضيه في الشهر ده، انما انا اعرف اعمل كده، لكن مش هوصلك للمرحله اللي انت بتدور عليها. مستحيل. سبت نفسك لحد ما بقيت مزنوق في شهر. بالظبط. انا عندي انترفيو كمان، ده انا في بنت جات لي هتاخد 3 ايام ورا بعض، اخذت 8 ساعات في 3 ايام عشان عندها انترفيو عايزه تعديه. يا عيني 3 والله فحتتني اقسم بالله. ده انا كنت متبهدله معاها وافهمها يا حبيبتي واترفضت برضه.
يعني مش هقول لك يا جماعه انا طلعت تنين وخليتها اتقبلت. معقول 3 ايام ايه يا جماعه؟ هي كانت عايزاني احفظها كويشنز الانترفيو، وانا قلت لها يا حبيبتي ده غلط، يا حبيبتي انا مش هعمل ده. وبعد محايلات كتير جدا عشان خاطري انت هتتخلي عني، وانا بقول لك احنا مش ضامنين ان احنا هننجح. اللي احنا بنعمله ده 3 ايام ده مش وقت، انت حتى مش مدياني شهر وبنقول هنراجع كل يوم. انت ما اديتينيش وقتي، مفيش اي حاجه، ولا اديتي لنفسك مساحه تتحركي، ومزنوقه زنقه وحشه قوي، وجاي دلوقتي تقولي لي لا الحقيني. ما انا عايزه حد يلحقنا احنا الاثنين. كنت فين طول المده دي كلها؟ جايه النهارده عايزه عشان ارد في الانترفيو. طب وبعد الانترفيو ما انت هتتكشفي. كانت قاعده في الكومفورت زون. لا لحظه، بعد يا سيدي عملت الانترفيو واتقبلت، هتشتغل ازاي ما انت الناس هتكشفك وهتمشي؟ نكمل بقى الكورس بعد ما اشتغل. يعني طريقه يعني تفكير، نكمل الكورس بعدين. فكر كده يا جماعه يعني. لا دول كتير، لا اله الا الله. طب يعني دول كتير. العدد ده اكتر مما تتخيل. والكيس الصعبه برضو. ولد تاني كان بياخد معايا الشهر اللي فات، اخد معايا ما كملش ال8 محاضرات بتوعه، كان عنده انترفيو في مدرسه، والولد كان 0 TB، اللي هم الناس اللي مش حافظين حروف خالص ولا حافظين كلمات ولا يعرفوا حاجه، وبيشتغل في عمان او في الكويت مش فاكره، وعنده انترفيو في مدرسه ولازم يروح يعمل الانترفيو. ولما راح الانترفيو مرتين بعد ما حفظ 7 جمل بطلوع الروح، راح الانترفيو مرتين واترفض، فرجع ما كملش الكورس. انا بعت له مسج قلت له لو ما كملتش الحبه الصغيرين اللي احنا عملنا فيهم بروجرس دول هيروحوا منك، ومش هتعرف تكمل في اللي جاي، انت جالك احباط اصلا. خليك معايا ما تمشيش. لا وهيجي لك فرص تانية وانترفيوز تانية يا اخي يعني. مش ما كملش، لا حول ولا قوه الا بالله. احبط. طب ما هو انت لا اديتني وقتي ولا خدت وقتك، ولا على العكس او على النقيض الناس اللي بتيجي بيبقى لسه عندها وقت وبراح انها تتعلم، وبعدين فاتك فرص، ما في فرص تانية جايه. 3 شهور ل6 شهور برايفت بقى او كلاسز، الناس دي بتحقق نجاحات جباره وبيترقى ويكلمني يقول لي انا اتقابلت في المدرسه واتقابلت في الشركه وانا شركه احلامي دخلتها بعد. بمناسبه المدرسه، الناس اللي زيرو دي معهاش الحروف ولا معاها، الناس دي بتبقى ناجحه في مدرسها في الانجليش وطالعه معاها شهاده. امال ايه اللي كان بيتعلمه ده وايه اللي كان بياخده؟ هنخبط في الحلل وفي حلل كبيره. ما اصل يعني ازاي واحد يبقى خارج من ثانويه عامه بيعدي؟ ما هو بينجح. ما هو مش بينجح، هو بيعدي. في فرق ما بين بينجح وما بين بيعدي. لا بينجح ده جاب مجموع في الثانويه العامه. هو حافظ وبيعمل بالحادي. مش انت ايام زمان كان في احيانا ماده تبقى مذاكرها وداخل يجي لك سؤال ما تعرفوش، كنت تعمل ايه؟ حادي بادي كرومب زبادي. هو بيبقى ماشي جوه امتحان الانجليش بحادي بادي كرومب زبادي. عارف في بنت في الثانويه العامه قالت لي الانجليش ده بيتحس يا مس. انا بحس الاجابه بحس انها صح فبدوس عليها. ده هي دي الاجابه صح. لا ده كان في طالب كان زميلي تمام، وكان بيقول لي بص يا علاء في الانجليزي انت في قطعه صح، دور على كلمه في السؤال شبه كلمه في القطعه تمام، وخد القطعه كلها وانقلها كلها. عايز اقول لك كان بينجح. ما هو ده تكنيك صح. احنا بنستخدم التكنيك ده في الايلتس، اللي هو لقى الكلمه دي في السؤال لقى اختها في القطعه بياخد الباراجراف بتاعها كله. احنا بنستخدم حاجه شبه التكنيك ده كده في الايلتس في حل الريدنج. فهو التكنيك ده مش غلط، لكن هو المشكله ان هو بيعمله وهو مش فاهم. هو بيعمله ليه؟ هو بينقش، وبنسبه كبيره كانت بتطلع صح. هو ده اللي احنا بنقوله، هو حافظ ستيبس ولذلك لما جه يشتغل يمشي عليها. مفيش شغل ايه. طلبه المدرسه بيطلعوا بنسبه 99.9 ان ما كانش بنسبه 100%. ما عرفوش حاجه عن اللغه يا الله. وفي منهم ناس، انا معايا طلبه دلوقتي 30 و40 مش حافظين الحروف وخارجين جامعه. يا لطيف. مش حافظ حروف الالفابet، ما يعرفش عنهم اي حاجه. ابيض. فما تزنقناش وما تزنقش نفسك وتعملش زيي. انا ما بغسلش، اغسل انت. يعني ابداها بدري، تزنقش روحك لحد ما تلاقي نفسك واقف في كورنر مش عارف تعمل فيه اي حاجه، لانه بليف ات اور نوت هي مشاكلك انت ومحدش هيحلها غيرك انت، ومفيش قوه خارقه هتنزل لك من السماء، ومفيش ملاك هيجي لك يقول لك انا هعلمك انجليزي، ولا ساحره زي ولا هاري بوتر هيجي يعمل لك كده على دماغك فهتلاقي نفسك بتتكلم انجليزي. مفيش حل سحري. مفيش. ابدا ويلا. مجهود هتبذل مجهود، فلوس هتدفع فلوس، نكد وعياط هتنكد وتعيط، بس في الاخر المجهود اللي انت هتبذله هتلاقي قصاده. بدل ما تضيع على نفسك فرصه ولا بالزبط. شغل كويس ولا سفر كويس، يلا دلوقتي كتير. فما تراكمش لحد ما توصل لليأس وتلاقي الموضوع بقى تقيل وبقى شبه الوحش هينط في وشك وبعدين ترجع تعيط وتقول يا ريت اللي جرى مكان والحقيني في 3 ايام، عشان مش انا ولا اي حد هيلحق. مفيش حاجه اسمها 3 ايام. بالظبط.
بما اننا جبنا سيره الدراسه والناس اللي معاها ثانويه عامه والناس اللي واخده مجموعه ما بتعرفش تتكلم انجليزي، الناس بقى اللي في ثانويه عامه وعاوزين يذاكروا المنهج ومش عارفين يعملوا ايه في المنهج؟ لا ده حوار عايز حلقه لوحده. طب معلش نديهم هنت ونبقى نعمل لهم حلقه، بس الناس دي طيب. معلش بيسالوا كتير، وانا يعني شفت عندك على الصفحات ان في ناس بتخش تسال يا جماعه طب ايه الثانويه العامه والمنهج بتاعهم والدراسه يعملوا ايه عشان ياخدوا مجموع بقى وينجحوا؟ الوزير الله يبارك له، يبارك له طبعا اكيد امين يعني يا رب. لغى المناهج. يعني هو ما فيش منهج في الثانويه العامه في الانجليش. امال؟ وفي ناس تدخل تكتب لي لا ازاي ما احنا عندنا كتب. يا حبيبي انت عندك كتب بس انت ما بتنجحش بيزد على الكتب. منهج الثانويه العامه في اللغه الانجليزيه بقى معتمد على النولج في اللغه، المعلومات في اللغه، ده نزل لهم في الكتب ايديومز وفريزال فيربس، وده ما كانش موجود بالقوه دي زمان. فبقى الدراسه دلوقتي بقت معتمده على وعي الطالب في الانجليش وقد ايه هو فاهم لغه، وده هو اللي بيخليه يعرف يجيب مجموع كويس ويحل في الانجليش كويس. طب دي حاجه حلوه. لا طب ازاي انا فهمت انها حاجه كويسه هتخلي الطالب بيتعلم انجليزي بجد؟ منين؟ اصلا هو هيتعلم منين؟ ما هو احنا شلنا المنهج وستيل جزء من المدرسين، مش هنقول كلهم عشان الناس ما تزعلش، لا احنا بنحترم كل الناس، جزء من المدرسين مش كواليفايد اصلا انه يدرس لغه، لان هو شخصيا ما يعرفش لغه. ما انا بدي كورسات لمدرسين ابتدائي واعدادي وثانوي عشان يعرف يعلم. هو حافظ اكتر مني بكتير، اكتر مني انا بكتير، لكن كلامه هو حافظ لا. لكن هو لا فاهم ولا مستوعب ولا عارف ولا بيشرح عن وعي. هو بيقول المضارع البسيط يتكون من تي وشي وات زائد الفرد. ده حصه نحو دي، حصه نحو، هم كلهم شغالين بحصه النحو. انت لو دخلت اي سنتر ثانويه عامه اتفرجت على مدرس الانجليش وهو بيشرح انجليزي بجد هيجي لك احباط. انت هتكتئب بالمدرس، فهو مش عارف ازاي المفروض يشرح لغه عشان الطالب اصلا يطلع معاه لغه. ولف بينا يا دنيا بقى ورا بعض. طب ايه طلبه الثانويه العامه في الحوار بتاع المناهج؟ ما يعتمدوش على الدروس الخصوصيه، ما ينفعش. خلاص يروح ياخد، هو بيحفظ. انت خلاص، ما انت لازم تنجح. يروح ياخد. هو المفروض يا جماعه، المفروض ناس بتوع الثانويه العامه ما تاخدوش دروس خصوصيه، اتعلم في كورس انجلش، اتعلم في كورس وافهم يعني ايه لغه، عشان بعدين مش بس هتنفعك قدام، هي هتنفعك دلوقتي. عشان وانا داخل بحل جرامر ما اعملش حادي بادي كروم بزبادي، عشان لما بقى في قدامي كلمه ابقى عارف السؤال اصلا او الجمله بتقول لي ايه، مش هبقى ماشي بترجم هو بلايز يلعب فوتبول كرة القدم، يبقى هو يلعب كرة القدم ان ذا في، وبعدين ادور بقى في الاجابات. انت بتستهلك سنين ضوئيه في كل سؤال اصلا. وكده كده الانجليش اللي انت بتتعلمه عشان تاخد مجموع النهارده ده انت هتحتاجه، لا غير كده كمان عشان تتعلم صح. احنا اللغه تقصد يعني انت اللغه لما انت تروح تاخد كورس وانت في ثانويه عامه عشان تشوف المنهج بتاعك ده اولا، وثانيا ده عشان مستقبلك وشغلك وحياتك. انت بتبني وانت صغير، فانت ده انسب وقت. دي حقيقه. طيب بنديهم حل سريع كده بسرعه في حفظ الكلمات وفي استخدام الجرامر. بالنسبه لحفظ الكلمات في ستيكي نوتس موجوده في المكتبات. اخد الستيكي نوت دي اكتب فيها الكلمه، عرفت اكتب تحت الكلمه جمله وانا هبقى فاهمها تمام، ما عرفتش هكتب معنى الكلمه واحاول اجيب لها جمله من على الانترنت تكون سهله تمام. يعني قدر المستطاع، والزقها في اي حته بذاكر فيها. حط، انت مطلوب منك انك تحفظ 500 كلمه، الزق لي على الاكتر حيطه عينك بتشوفها. بتزور الثلاجه كتير زي حالتنا، حطهم على الثلاجه. في الشتاء بتقعد في الحمام حبه حلوين، حطهم في الحيطه اللي في الحمام. الزقهم في كل الحتت اللي في الشقه اللي عينك طول الوقت بتيجي عليها، في المدرسه على الديسك اللي بتذاكر عليه وات ايفر، وانت رايح وانت جاي قول الكلمه بصوت عالي وحطها في جمله. هتحفظها اوتوماتيك، مخك هيحفظها بالظبط كده. كل يوم هتلاقي مخك ميمورايزد من الكلمات دي. انا كنت بعمل كده ايام كنت بتعلم انجلش كل يوم في 5 كلمات. طبعا طلبه الثانويه العامه مطلوب منهم عواميد. طبعا مش كان مكتوب لي الكومنت ده الصبح، انا كان مطلوب مني عواميد احفظها كل يوم. فعلى قد ما تقدر خد من ده الكلمات اللي تقدر عليها. الكلمه اللي تخلص شيلها وحط غيرها. واعمل لنفسك كده كشكول، اعمل فيه ديكشنري خاص. اجيب كشكول، والكشكول ده اقسمه على ال 26 حرف بتوع الانجليش A B C D E F G H، وكل كلمه احفظها احطها في الديكشنري بتاعها. اكتبها في حرف الاي، اكتبها في حرف البي، عشان ابقى عارف الكلمات لما اجي ادور عليها ويبقى ليا مرجع بعد كده ابقى عارف كلماتي فين. لو مشيتوا على الطريقه دي في حفظ الكلمات، مشكله حفظ الكلمات هتختفي
مع الوقت. وهيسهل عليك، وهنخلص بقى من قصه الحفظ. التكرار بيخلي المخ يفهم ويستوعب ان ده مهم فيجيبه في الاول. زي ما انت كده بتكرر اسمك واسامي مامتك واخواتك واصحابك، بيتك ورقم تليفونك، الحاجات دي ما بتتنسيش لانها مخك عارف انها مهمه من كتر ما بتكررها. لما بتبطل تكررها بيرجعها لورا ويجيب المهم اللي بيتكرر قدام. فمخك بيفيجر اوت ايه المهم وايه اللي مش مهم من التكرار. فكل ما تكرر، ومش تكرر تكتب، تقول انا لما بكتب انا كل حته في جسمي ليها ذاكره. عشان كده لما بتشم ريحه بتفتكر حاجه، لما تسمع صوت تفتكر حاجه تانية، تشوف مشهد غريب ملوش علاقه بيك اصلا تفتكر حاجه ثالثه. فانا لما بكتب كتير انا بدرب ذاكره ايدي على الحروف وكده بس. لكن مخي، لساني، عشان كده لازم اقرا واقول. ودني ولساني ودماغي مرتبطين ببعض. لساني بيقوله بصوت عالي وودني بتسمعه، مخي بيحفظه وبيعرف ان هو مهم، خلاص ما يتنسيش، يلزق، بيبرن بقى في الذاكره طويله المدى. اقول واسمع بالظبط كده. بقوله. فانا لما ببص على الورز دي على الحيطه بقول dog. I have a dog. This dog is good. وانقل على الكلمه اللي بعدها. لو انا قلت الكلمات دي في اليوم 10 15 مره، في اخر اليوم هلاقي نفسي مغمض عيني وبقولهم كلهم او بقول معظمهم. اشيل اللي قلته اللي انا خلاص بقيت عارفه، اكتبه في النوت واحط غيره. مخك هيفهم ان ده مهم خلاص. بالظبط. فانا الصبح هروح حاطط الستيكي نوتس دي قبل ما انزل المدرسه وانزل الدروس، وارجع اغير هدومي اروح واخدهم مره كمان. بعد ما خلصت وانا خارج من الحمام ابص عليهم بصه. بس فكره انك تسمع اغنيه كتير او تراك راب كتير فخلاص تحفظه. لكن دوج كلب دوج والعوامل 15 عمود اللي بتعملوهم دول ده هلاك للمخ وللاعصاب وضغط نفسي، ونصهم هيترمي في الزباله بعد كده. محدش يفتكر انهم اي حاجه اصلا. راح. احنا بنخزن وبنرمي في ورقه الامتحان حرفيا، بنخرج من الامتحانات مش فاكرين ولا كلمه، ونعيد تاني السنه اللي بعدها نفس اللي كنا عمالين نحرد فيه السنه اللي فاتت. فهو مجهود ضايع على الارض، وده حرام، ده هلك العقل والاعصاب. يعني نصيحتك المباشره لبتوع الثانويه العامه، روحوا خدوا كورس انجلش عشان هو ده الصح دلوقتي. بالظبط. واحفظ الكلمات بالطريقه اللي قلت لك عليها، والجرامر لا لازم تفهمه، ما حدش ينفع، لازم تفهمه. قلنا هنشتغل صح، لازم تفهمه. بما اننا اتكلمنا في الثانويه العامه والدروس والشهادات، الشهادات المعتمده، الله يخرب بيت الشهادات المعتمده. وما ادراك ما الشهادات المعتمده؟ الناس ليه عايزه شهادات معتمده؟ تعالى نفصص الحكايه بالراحه. ماشي. يعني ايه شهاده معتمده؟ يعني في مكان ما في العالم بيعترف بحضرتك انك متحدث للغه. تمام. جامعه كامبريدج هتيجي علاء تعترف بيك كمتحدث للغه؟ منطقيا لا. تعترف بيا انا كمتحدث للغه؟ برضه لا. انا مهما كنت تنين انجلش، هي انا دلوقتي عايز الشهاده عشان اعمل بيها ايه؟ عشان اشتغل. هم متخيلين. ما بص، الشهادات اللي الناس بتسافر بيها معروفه. شهادات، في شهادات للتخصصات زي الPTE مثلا بتاعت اللي بياخدوها الدكاتره والصيادله لو انا فاكره كويس، زي الايلتس الناس بتهاجر بيه، زي التوفل وبيدرسوا بيه في جامعات بره. فدي شهاده، دي مش شهاده بقى، ده امتحان ديزايند عالميا في جامعه كامبريدج، جوه جامعه كامبريدج. والجامعه دي بتبيع حق الانتفاع بالامتحان لاماكن محدده زي ايلتس IDB استراليا وايلتس IDB عموما. بتروح تمتحن هناك، امتحانك بيروح يتصحح في كامبريدج وترجع لك الشهاده من جامعه كامبريدج. والامتحانات دي ليها اسامي محدده ما حدش يعرف يلعب فيها. اوكي. حلو. ده حماده، وده ليه اماكن ثابته تقدر تدخل على الانترنت وتعرف الاماكن دي فين بعناوينها باماكنها في العالم مش في مصر. تمام. بس وفي فرق بقى، انت تروح تاخد كورس انجلش في ايا كان المكان اللي انت هتاخد فيه، يقول لك انا هجيب لك شهاده معتمده من جامعه كامبريدج. كامبريدج مين اللي هتروح لمركز كورسات تحت السلم تقول له خد شهاده؟ بتصدقوا ازاي؟ هجيب لك من اوكسفورد، من هارفارد. هارفارد ايه؟ هارفارد ازاي؟ واو. وانت عارف يعني ايه هارفارد؟ اصل انا هعتمدها لك من السفاره، والسفاره مالها ومال كلامك بالانجلش؟ اي حاجه بيبيع لك وخلاص، هو بيبيع لك. اصل انا هجيب لك الاعتماد من جامعه عين شمس، ده على اساس ان انت اتخرجت من جامعه عين شمس دكتور في الذره، فجامعه عين شمس هتعتمدك متحدث. هو مين اصلا في جامعه عين شمس بيعرف يتكلم انجليزي مثلا يعني عشان يعتمدك انت كمتحدث للغه؟ طيب انت عارف ان انت لو دخلت انترفيو مع HR شاطر او مع حد فاهم في شركه محترمه وقلت له دي شهاده من جامعه كامبريدج، هيبص لك ازاي؟ هيضحك طبعا، هيعرف ان ده فيك. مش بعيد تبقى ريجكتد من قبل حتى ما تفتح بقك اصلا.
وبعدين الحاجه الثالثه بقى، انا لما يقول لي كلمني انجليزي introduce yourself in English tell me about yourself in English، هقول له الشهاده اهي؟ اكيد لا طبعا. هقول له ايه؟ هتكلم معاه. ما اتكلمتش خلاص شكرا، هات لي اي شهاده مش هتملى عيني. يبقى الشهاده لازمتها ايه؟ المنطق ان ولا ليها لازمه. هي فعلا ليها لازمه. ده المنطقي. لكن واي شهاده لا بتاخدها من يكف مركز احد عن كورسات السؤال عن الشهاده المعتمده. حطها في كوبايه ميه هتلون لون بيها على الحيطه بقى، يا اما تلزقها. دي تحفيزيه، انا بس بقول لك ان انت شطور يا حبيبي، خدت الكورس بس كده. المعيار انك تتكلم. ما حدش يجري ورا الشهادات المعتمده ولا يدفع فيها فلوس في اللغات بالذات يا جماعه، الا اذا كانت توفل او ايلتس او اي حاجه تعادلهم من مكان ما في العالم. لكن بره دول اي حد يشتغلك ويقول لك انه جايب شهاده من كامبريدج او من هارفارد او من اي حاجه من الهري اللي انا عماله اسمعه بقالي 8 9 سنين ده، ارحموني. فيك. ما تصدقش، ملوش لازمه، ده لم فلوس وانت بتدفع فلوس على الارض وملهاش في حياتك قيمه غير على الحيطه اللي فاضيه في بيتكم وانت عايز تزينها ببرواز. الحلقه كانت سريعه النهارده بس كانت فيها معلومات كتير مهمه وفيها كلام كتير مهم بالذات للطلبه. تمام، وهنتقابل تاني وتالت وعاشر ان شاء الله. دايما احنا مكملين معانا في انجليزي يا دايما شيل حسين معانا ودايما منورانا سفينه الانجليزي. ونشوفكم في حلقه تانيه ان شاء الله. الله يبارك لك والله. مع بودكاست انجليزي ده يا مرسي. يلا جود باي. جود باي.